انا نادي القرن وبعدنا هاتوا فرقة ما كسرتش عينها، انا ملك ال90 وبكيف في الملعب اخصامي باينها. مساء الخير، مساء الخير على شعب الله العظيم في أي مكان في الدنيا. معاكم عماد سعد في برنامجكم كبسولة العمدة، الحلقة تحمل رقم 84، حلقة يوم الخميس المرحلة بشكل استثنائي ليوم الجمعة علشان كمان تكون في أولى أيام عيد الفطر المبارك. كل سنة وجموع شعب مصر طيبين وبخير، كل سنة وكل المسلمين طيبين، كل سنة وكل المسيحيين طيبين. عشنا 29 يوم جميل، كل شعب مصر كان صايم. اخواتنا المسلمين كانوا صايمين صيام شهر رمضان المبارك، واخواتنا المسيحيين كانوا صايمين صيام الايام المجيد. الله 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 على عنصري شعب مصر لما عاشوا اجواء كلها دينيه طول فتره شهر رمضان الكريم. كل سنه وانتم طيبين، يا رب ربنا يعيد علينا جميعا يا رب امين. وكل شعب مصر، كل شعوب الدنيا بخير، ربنا يعيد علينا الايام وجميعكم يا رب في احسن صحه واحسن حال. تعالوا نتعرف على موضوعات حلقة النهاردة، ولا نقول الأول الطلبة الجميلة اللي بطلبها من حضراتكم في كل حلقة، إني قبل ما بطلب بشكركم جدا على الدعم والتفاعل الكبير في كل حلقاتنا اللي فاتت، وإن كنت ما زلت بطلب منكم برضو يا كل أصدقائنا وحبايبنا لسه محتاجين دعم كتير عشان قناتكم ديت إن شاء الله يا رب تكبر وتكبر. يعني كل أهلاوي جميل وكل أهلاوية جميلة بيتفرجوا علينا، أتمنى إن هم ما يبخلوش علينا باللايك. اللي اتفرج علينا قبل كده او لسه يتفرج علينا النهارده لاول مره، اتمنى ان هو يشترك في القناه ويفعل زر الجرس علشان توصلوا اشعارات الحلقه بتاعتنا في مواعيدها الطبيعيه ان شاء الله من اول يوم الاحد والثلاث والخميس الساعه 5 مساء. اتمنى من كل قلبي بالتاكيد ان بعد نهايه الحلقه او بعد نهايه كل حلقه ان هي تنال احترامكم قبل ما تنال اعجابكم، وده يخليكم ان انتم تشيروها لنا على كل منصاتكم الرسميه علشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الاهلاويه. وقناتنا المتواضعة دي كبسولة العمدة يا رب يا رب إن شاء الله تكبر وتكبر بعد فضل ربنا. أكيد الفضل يكون ليكم أنتوا يا أهلاوية. ودلوقتي تعالوا نتعرف على موضوعات حلقتنا النهاردة. آخر استعدادات الأهلي لمباراة الترجي المصيرية، هجوم ممنهج على كابتن وليد صلاح الدين. الكاف عايز إيه؟ انتفاضة السنغال ضد الكاف. ومع فقرات الكوميديا السوداء في 100 عقبة، مذيع قناة الزمالك يبيع الوهم لجمهور الزمالك كالمعتاد. ولازم نختم الحلقة بقى بحاجة جميلة جدا جدا جدا، مقارنة بين أعظم عظيم في تاريخ كرة القدم ومن بعده. ودلوقتي مع أولى فقرات حلقتنا النهاردة، وهي آخر استعدادات الأهلي لمباراة الترجي المصرية. في الحقيقة امبارح كان في يعني مران مهم جدا جدا جدا، بالتأكيد هو المران الرئيسي لمباراة الترجي بكرة إن شاء الله. حضر المران كامل كابتن محمود الخطيب بعد ما رجع من العمر بالسلامه، كان معاه كابتن سيد عبد الحفيظ، واجتمعوا كده على هامش المران واللعيبه في الملعب، اجتمعوا مع كابتن وليد وقعدوا يتكلموا في تفاصيل كتير تخص اللعيبه والفريق والماتش وكل ما يهم الفريق يعني. المهم شهد المران تألق غير عادي لكابتن تريزيجيه، كابتن امام عاشور، كابتن اوفا، مصطفى شوبير، محمد شريف مازال بيقاتل في كل مران، عايز فرصة، وإن كانت فرص إنه هو يبتدي الماتش أقل بكتير من مروان عثمان، واحتمال إنه يبدأ الماتش بنفس تشكيل مباراة الذهاب باستثناء إن بدل أحمد نبيل كوكا يكون كابتن كروان عطية. سألت كتير في مواقع يعني هل هيتم سياسة الدور بين كابتن مصطفى شوبير وكابتن محمد الشناوي؟ لقيت ان الاجابة في كل المواقع تقريبا لا، ان حتى مدرب حراس المرمى كمان كان مصرح ان بطولة افريقيا معظم مبارياتها هتكون من نصيب كابتن مصطفى شوبير. ده لا يقلل تماما ابدا 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 من كابتن محمد الشناوي الحارس الاسطوري بتاعنا، كابتن الفريق اللي دوره مهم جدا جدا جدا. يعني حتى كمان ممكن بقى يعني بعد شويه وقت، لان انا زي ما قلت لكم انا دايما بصور الفجر، يعني على الساعه 2 الظهر النهارده في اولى ايام العيد يوم الجمعه، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة او المؤتمر الفني اللي بيحضره، هو مؤتمر صحفي فني بالتأكيد، مدرب الفريق والكابتن
وبعد كده الاجتماع اللي هيحضر فيه الاداري بقى، وكل فريق هيلبس ايه والكلام ده. طبعا بالتاكيد النادي الاهلي هيرجع للطقم الاساسي بتاعه، الشورت الاحمر، الشورت الابيض والشراب الاحمر. يعني سامحوني انا ضد خالص الطقم الثالث اللي احنا لعبنا بيه اخر ماتشين، ماتش طلائع الجيش وماتش الترجي، يعني ما فيهوش هويه الاهلي. يعني ربنا يدبر كل اللي بنطلبه من ربنا. اكيد التوفيق في الماتش ده. محتاجين ان اللعيبه يردوا على كل اللي انتوا شفتوه من تقليل من اسمكم ومن اسم ناديكم، من ناس يعني هي تشوف اسم الاهلي المفروض انها تحط عينيها في الارض، ما تقدرش ترفع عينيها في قدام اسم الاهلي. تطاولوا عليكم، تطاولوا على الفريق، ولكن قادرين على اخراجهم، قادرين ان انتوا تحطوا كل واحد في حجمه، قادرين ان كل واحد ترجعوه جحره تاني بأدائكم في الملعب، بقتالكم في كل كورة. يا رب يا رب يا رب نطلع من الملعب بكرة إن شاء الله قدام الترجي منتصرين، صاعدين للدور قبل النهائي بإذن ربنا. طالبين توفيق ربنا، طالبين إن اللعيبة تطلع أقصى ما عندها، كل لعيب يموت على كل كورة. إن شاء الله قادرين. المستوى اللي شفناه احنا أفضل من الترجي بكتير إن شاء الله. مش هنتكلم في أي فنيات، هنتكلم بس السمات الإرادية عن كل لاعب. انتوا قادرين يا ابطال، زي ما فرحتونا كتير، زي ما اثبتوا في كل موقف ان انتوا رجاله وتستحقوا ارتداء اعظم تيشيرت في الدنيا. قادرين برضو في مباراه بكره ان انتوا ترسموا الابتسامه على ال90 مليون اهلاوي اللي في مصر، غير الملايين اللي بره مصر. قادرين ان شاء الله تفرحونا كلنا بكره باذن ربنا وبتوفيق ربنا. زي ما شعب مصر كله فرحان بالعيد، هنفرح كمان، الفرحه تزيد وتزيد وتزيد ان شاء الله بكره الساعه 11 بفوزنا على الترجي باكتر من هدفين باذن ربنا، وان شاء الله صاعدين للدور قبل النهائي باذنك يا رب يا رب. ودلوقتي مع الفقره الثانيه في حلقتنا النهارده، وهي هجوم ممنهج على كابتن وليد صلاح الدين. في الحقيقة ربنا اللي يعلم قد ايه بلف على كل المواقع اللي هي بتدعي ان هي اهلاويه، والمواقع الاهلاويه بجد والمواقع الغير اهلاويه كمان. تلاقوا يعني كتير جدا كل المواقع الغير اهلاويه والمواقع اللي بتدعي ان هي اهلاويه حاطه لوجو الاهلي، لكن لما تبص على المحتوى تلاقيهم مش اهلاويه ابدا. ففي اهلاويه بسطاء كتير ممكن يكونوا احسن مننا كلنا، ولكن بيصدقوا اي حاجه تترمي لهم. يعني التقليل من كابتن وليد صلاح الدين. وليد صلاح الدين مش قادر يسيطر على أوضة اللبس. وليد صلاح الدين لا يفرض عقوبات على اللاعبين. وليد صلاح الدين في فترة وجوده كل لعيبة منفلتة. وليد صلاح الدين وليد صلاح الدين وليد صلاح الدين. طب لو فكرنا شوية، نفس الكلام ده اتقال على كابتن محمد رمضان، نفس الكلام ده اتقال على خالد بيبو، نفس الكلام ده وإن كان بشكل مختلف اتقال على أمير توفيق مدير التعاقدات السابق. طب لما نيجي نفكر كلنا، ليه؟ هل المواقع الغير منتمية للأهلي حريصين وخايفين على الأهلي؟ بالطبع لا. ولكن نقطة قوة الأهلي اللي متوارثة من أكتر من 100 سنة هي إيه؟ بجانب التفوق الكاسح الفني، ولكن القوة الإدارية، قوتنا في الإدارة. يبقى إحنا زهقنا من الكوادر الإدارية اللي بيطلعها الأهلي ناجحة. اضرب أي كادر، مفيش كوادر تانية هتطلع، هنموت لكم اي كادر من مبدأه. لا، مش هتقدروا. بقول لكم اهو، يا كل حاقد ومدلس وناقم على نجاح الاهلي مش هتقدر. النادي الاهلي مش وراه جمهور، النادي الاهلي وراه شعب يحميه، شعب بيدعم كل رجاله. كابتن وليد صلاح الدين بيأدي مهامه بمنتهى الجدية، بل يكاد ان في لاعبين من الخصومات ما قبضتش الشهر اللي فات، ما قبضوش من كتر الخصومات لان عليهم اكتر من خصم. زي كابتن امام عاشور كان عليه خصم فردي لتخلفه عن الرحله اللي اتفقنا عليها، مش عايزين نتكلم في امور سلبيه. الخصومات اللي نزلت على مجموع اللاعبين بعد ماتش طلائع الجيش وماتش الترجي ما قبضش. يبقى منين كابتن وليد صلاح الدين مش فارض انضباط بداخل الفرقه واوضه اللبس؟ الكلام ده مش موجود في الاهلي. اعرفوا كده يا كل الاهلاويه، الكلام ده مش ممكن تسمح بيه إدارة الأهلي، ومش ممكن هو بعيد خالص عن الصورة الذهنية اللي أقول إيه اتربت وتأكدت بمئات المواقف وملايين المواقف إن ده ما بيحصلش في النادي الأهلي. أي كادر إداري النادي الأهلي مدام شايف فيه بذرة إن هو كادر إداري ناجح بيدعمه. فمش عايزين الموج يعلى قوي على كل كوادرنا. أرجوكم يا أهلاوية انتقوا اللي تصدقوهم. مش اي موقع حاطط لوجو الاهلي يبقى الناس اللي جواه اهلاويه، لا. مش اي حد انتوا عارفين كويس جدا ان هو مش اهلاوي يطلع يتكلم بيدعي انه حرص على الاهلي. انت ممكن انت
انت تخاف على الاهلي او تكون حريص على مصالح الاهلي؟ بالطبع لا، هو ضرب بس كوادرنا. وبقولها لكم تاني قاطعه وناهيه، مش هتقدروا. رجال الاهلي وراهم شعب كامل هيدعمهم وهيقف وراهم، ما دام هم يعني عندهم بذره الكادر الاداري الناجح هنقف معاه وهندعمه وهنقول له يلا كلنا في ظهرك، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انت قادر برضو كفريق وكليدر للفريق كمدير كرة ان انت تقفل على فرقتك. هنرد بنتائجنا في الملعب اللي هتخرس كل الناس يا رب ان شاء الله. ناجح يا كابتن وليد باذن ربنا. كل جموع شعب الاهلي في ظهرك وفي ظهر اي كادر بيحافظ على نظام النادي الاهلي. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة في حلقتنا النهاردة، وهي الكاف عايز ايه؟ في الحقيقة طبعا بعد المباراة الكارثية للحكم السنغالي عيسى سي الأهلي والترجي في تونس مباراة الذهاب، كلنا شفنا كم الخطايا اللي ارتكبها هذا المدعو عيسى سي في حق الأهلي ولصالح الترجي. والاهلي قدم شكوى، وكل اللي قرناه ان اعضاء لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي مستاء جدا من تصرفه في نهايه المباراه، ان هو طلع كارت احمر، وقف مستني اي حد يقرب منه يديله كارت احمر في واقعه لم تحدث من قبل في التاريخ. الكارت ده بيطلع للعقاب، مش لانتظار العقاب او مش للتحفز لعقاب حد. طبعا فكرنا كلنا ان الحكم ده هيتعاقب. نفاجئ امبارح بتعيين هذا العيسى سي حكم فار في مباراة مين؟ نهضة بركان والهلال السوداني في مباراة العودة على أرض الهلال. الهلال كان متقدم في المباراة اللي كانت في المغرب 1-0 وتعادل نهضة بركان في آخر الماتش 1-1، فتجددت أماله. لا نودي لهم بقى حكم المهام الخاصة بكاري جسامة الجديد السيد عيسى سي. هذا المدعو عيسى سي هو بكاري جسامة الجديد. الله يرحمك يا عمرو يا فهمي، الله يرحمك يا ابني، لما طلعت فضحت الكل قلت بكاري جسامة هو بيتحط في المباريات حكم للمغرب ماتشين في اسبوع واحد. هو دلوقتي اللي مسيطر على الكاف مين؟ هو كابتن السيد فوزي الأقجع والتوانسة يعني فهي تبادل مصالح. هنبعت لكم عيسى سي يخلص ان شاء الله على الهلال ويصعد لكم نهضة بركان، ونبعت للأهلي المغربي جلال جيد الحكم اللي تصنيفه اقل كتير كمان في الاتحاد من عيسى سي. يعني احنا لما الاهلي طلب ان الادوار الاقصائيه الهامه بين كبار القاره يحكمها حكام ذو اسم كبير يحافظوا على اسمه، لا بعت لك جلال جيد حكم ملوش اي تاريخ، حكم ملوش اسم يخاف عليه. يعني لما يرتكب اي خطايا ايه يعني هو صغير في عين نفسه عادي زي كتير من عندنا. ما انتوا عارفين الدنيا ماشيه ازاي عندنا. زي ما قلنا وجود الاثنين في الاتحاد المصري والاتحاد الافريقي اللي انتوا عارفينهم هو ده السبب اللي هو مميل الكفه جدا علينا. بس علينا دي اللي هو عن النادي الاهلي وبس. هو طبعا ما بيهمهمش لا منتخب مصر ولا يهمهم الاهلي، لكنه ممكن يدافعوا عن الزمالك شويه، ممكن يرجعوا الاسماعيلي بعد ما يطلع من البطوله، لكن النادي الاهلي لا 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 المنتخب لا 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 يا راجل. ده قعدوا يبيعوا الوهم قد ايه. هنعيد ماتش السنغال، خدوا على عينيهم السنغال بعد ما لعبوا في كاس العالم. لا هنعيد ماتش السنغال. شفتوا الراجل القوي، هعيد كلام الحلقه اللي فاتت، خد بطوله بعد ما الفريق اللي قدامه احرز. حتى ان كنا لا نقبل هذا الموقف، ولكن بنذكر قوه الراجل ده قد ايه. فوزي الأقجع بيعمل ايه لصالح بلده. صح غلط مش ده اللي بنناقشه، اكيد غلط، لكن بقول لكم بصوا قوته. والباقي كله رجعونا لهزاز الرؤوس اللي كانوا عندنا في مصر، انتوا عارفينهم في قناه المزاريطه. المهم، الصفقه اللي اتعملت في لجنه الحكام، ودوا جلال جيد للاهلي، ودوا العيسى سي دوت حكم فار. ان شاء الله ربنا قادر على افشال مخططكم القذر ان شاء الله باذن ربنا، وان شاء الله الاهلي هيديكم على عينيكم. ولو اني ما بحبوش يعني، ولكن ضد اي تصرف خاطئ. الهلال السوداني برضو يديكم على عينيكم ويقول لكم حتى لو حطيتوا ايديكم في ايدين الشيطان ربنا معانا ان شاء الله. ودلوقتي مع الموضوع الرابع في حلقتنا النهارده، هو انتفاضه الحكومه السنغاليه ضد الكاف. في الحقيقه الحكومه السنغاليه بعد قرار الاتحاد الافريقي بسحب اللقب من السنغال ومنحه للمغرب الكل انتفض. اول حاجه عملوا كده خطوه جميله قوي، سلموا الكاس للجيش السنغالي. انتوا اللي تحافظوا على الكاس، احنا مش هنرجعه لا الكاف ولا المغرب ولا لاي حد.
وادوا الكاس للجيش، اداره الجيش السنغالي. الكاس ده امانه عندكم. ده واحد. طلع كل اللاعبين في سخريه يستحقها الاتحاد الافريقي وكل من له يد في هذا القرار، اقول ايه، الجريمه، القرار المهزله، القرار اللي بيصغركم انتوا قوي وقابلين على نفسكم ان انتوا تكونوا في المكانه دي. طلعت اللعيبه، اي حد عايز يجي يتصور في السنغال مع الكاس احنا ممكن نسمح له انه يتصور، في تسفيه وتقليل من كل القامات اللي المفروض تكون كبيره واتخذت هذا القرار المهزله. المهم الحكومه بقى السنغاليه اصدرت بيان قوي جدا جدا جدا. ادي البيان قدامكم هنقراه مع بعض. ترفض السنغال قرار الكاف بسحب لقب افريقيا 2025 ومنحه للمغرب. رفض. ادي اول قرار. 2. تعتبر القرار ظالم وغير قانوني ويخالف مبادئ العدالة والنزاهة. صح. 3. ترى أنه يضرب مصداقية الكاف وثقة الجماهير الإفريقية. بالتأكيد. 4. تؤكد أن اللقب استحقاق رياضي لا يمكن إلغاؤه بقرار إداري. ده للناس اللي بتفهم. 5. تطالب بتحقيق دولي في شبهات فساد داخل الكاف. كلنا نقول يا رب. 6. سنتجه إلى التصعيد القانوني الدولي لاستعادة حقكم بالتأكيد. 7. تؤكد دعمها للاعبين وتتمسك بالدفاع عن حقوق منتخبها. الله عليكم لما تدافعوا عن حقوقكم. برافو 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 بين الحكومة السنغالية. كمان خرج عبد الله فال رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم عبر راديو مونت كارلو. قال ايه؟ قال كنا منظمين جدا من الناحية الإدارية وتوقعنا كل شيء بعد تأهلنا إلى نهائي كأس إفريقيا. واجهنا أولى المشاكل بخصوص الإقامة. حددوا لهم فندق كده أي كلام. اندهشنا كثيرا لأن فندق الإقامة لم يكن بمستوى يليق بالمنتخب السنغالي، واضطررنا إلى تقديم احتجاجات رسمية للحصول على فندق آخر. لقد رأيتم جميعا الظروف التي وصل فيها الفريق إلى محطة القطار في الرباط. لم تكن هناك أي إجراءات أمنية وكان هناك احتكاك كبير مع اللاعبين. أرادوا فرض معسكر أسود الأطلس علينا للتدريب قبل النهائي. لم يكن من الممكن التدرب في معسكر المنافس. ناضلنا وفي النهاية تم تخصيص مكان آخر لنا للتدريبات. وقدروا أسود التيرانجا أو اللقب بتاع منتخب السنغال قدروا أنهم يتحدوا كل الظروف دي وادوهم على عينيهم وخدوا الكاس من ملعبهم وقدام جمهورهم. كنت قبل البطولة دي مشجع قوي جدا للرجل المحترم اللي بشوفه محترم أو الرجل القوي فوزي لقجع. لكن مع الموقف ده أنا مش قادر أيد السنغال. الحق هو اسم من أسماء ربنا، فما ينفعش ان احنا نحيد عن الحق علشان خاطر اي حاجة. فالحق هو مع السنغال، فاحنا كلنا بنؤيد الحق وبنؤيد موقف السنغال وبنؤيد اي قرار او اي موقف تصعيدي هتاخده السنغال كلنا هنأيده حفاظا على الحق. ان شاء الله ربنا معاكم ويكون معاكم ويثبت لكم حقكم ولا ينتزع منكم بقرار اداري قذر وضيع. ودلوقتي مع فقرات الكوميديا السوداء في 100 عقبة، وهنجيب النهاردة خبر واحد وهو مذيع قناة الزمالك ما زال يبيع الوهم لجمهور ناديه. طبعا هو الراجل ده مش فاهم. طبعا جاليليو الجميل ادي صورته اهو قدامكم. ايه جاليليو قال لك خلاص كده راح الفساد في الاتحاد من الاتحاد الافريقي والحقوق بترجع لاصحابها، وان شاء الله الزمالك بيتجه لرفع قضيه علشان يرجع لقب نادي القرن. القضيه اللي هم يعني القضيه دي هو بيتكلموا فيها من قبل ما جاليليو ده يتولد، يعني من 2001 لغايه النهارده. في راجل فيكم راجل راح رفع قضيه عشان ننهيها بشكل كامل، ولكن اتحدى ان حد يرفع قضيه في المحكمه الرياضيه، في الاتحاد الافريقي، في لجنه فض منازعات، اي حاجه المحكمه الفيدراليه السويسريه، اي حاجه. لا اتحدى زملكاوي واحد يعمل كده، مش هيعملوها. هم عايزين يفضلوا يتاجروا بيها كده بالكلام لاب لاب لاب. هي كل بطولاتهم كده، هي بطولاتهم كلها كلام. يا سيدي شايف ليك حق، انا اعرف الراجل لو البني ادم راجل وشايف ان ليه حق يتخذ الطريق القانوني
ويسعى لحقه، ده لو راجل. اما بقى الحريم، انا راجل متربي في منطقه شعبيه، انا راجل صعيدي ومتربي في منطقه شعبيه. شفت الحريم لما تفضل ايه تردح وبس، ما عندهاش راجل يجيب لها حقها، هم حريم يقعدوا يردحوا ويفضلوا ايه يتلاسنوا بالكلام. لكن الراجل اللي عارف حقه ايه، يا يروح ياخد حقه بايده، يا اما يسلك الطريق القانوني. انا اروح ارفع قضيه في الاتحاد الدولي، في المحكمه الرياضيه الدوليه، في المحكمه الفيدراليه السويسريه، اقول لهم انا ليا حق في لقب نادي القرن، لو سمحت هاتوا لي حقي. تمام؟ انا غلطان؟ في بني ادم واحد من نادي الزمالك عمل كده من 25 سنه؟ لا، من 25 سنه عمالين نسمع الكلام ده، عمالين نسمع اللب لب 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 ده وبس. بس ليك حق، روح خده بالقانون، ده لو ليك حق. لكن لما تكون انت عارف ان انت مالكش حق، فما تقدرش روح الاسم اعمل محضر. لا، انا هفضل اردح كده بس وخلاص. الناس لما تسمع ردحي كل يوم بردح هيقولوا ان انا على حق. اسلوب حريم مش اسلوب رجاله. الراجل خد حقك بالقانون، ده لو ليك حق. مرة تانية وتالتة وعشرة، كفاية تبيعوا الوهم للناس الغلابة اللي بتصدقكم. مفيش. ودلوقتي مع آخر فقرات حلقتنا النهاردة، وهي أعظم مقارنة بين أعظم عظيم في تاريخ كرة القدم، وهو العظيم ليونيل ميسي، مع من بعده. طب ليه الوقت ده دلوقتي بالذات بنقول المقارنة ديت؟ بصوا أولا أو بداية، زي ما أنا مش موضوعي ولا حيادي مع النادي الأهلي، وليا منطقي وليا أسانيدي وليا دفوعي اللي بتأكد إن أنا لما ما أكونش حيادي مع الأهلي ده حق، ولما ما أكونش موضوعي وما أكونش حيادي مع ميسي برضه ده حق. طب إزاي؟ تعالوا نشوف. وليه الكلام ده اتقال دلوقتي؟ برضه تعالوا نشوف. خلال الأسبوع ده العظيم ليونيل ميسي وصل للهدف رقم 900 في مسيرته. كم؟ 900 هدف. فيرد حد تاني يقول لي ايه يا عم، طب ما كريستيانو رونالدو جايب 954 هدف او 956 هدف، وحلف انه مش هيعتزل غير لما يجيب ال1000. عظيم بالتاكيد. اللي يقول ان كريستيانو رونالدو مش لاعب عظيم ده يبقى عنده خلل. ولكن لما تحط الاثنين في كفه، احنا محظوظين، احنا الجيل ده اللي اتفرج على الاثنين، احنا جيل محظوظ ده بالتاكيد. ولكن المتعة كلها مع ميسي، القوة كلها والسمات الإرادية القوية جدا مع كريستيانو رونالدو. الراجل ده ما عندوش 1/10 من مهارة ميسي، لكن عرف موطن قوته ايه، او موطن اللي يخليه لعيب كبير ايه. هو القوة، السرعة، يعني سمات إرادية، لكن ما فيهاش الموهبة. المتعة كلها كانت مع ليونيل ميسي، وما زالت حتى هو لسه بقى عنده 38 سنة لسه ميسي. لكن طبعا اتفرجوا على ميسي ده من 10 سنين و15 سنة كان عامل ازاي. كلكم طبعا افاضل وكلكم استمتعتوا بحقبة ميسي وكريستيانو رونالدو. المهم لما وصل كابتن او العظيم ليونيل ميسي للهدف 900، ابتدت الناس تحطه في مقارنات مع كريستيانو رونالدو زي ما بقول لكم، لانه احرز اكتر من 900 هدف. تمام؟ لكن ال 900 هدف اللي احرزهم ميسي، بصوا المقارنه دي، ميسي حقق ال 900 هدف في 1142 مباراه، لكن ال 900 هدف بتوع رونالدو احرزهم في 1238 مباراه. يعني ميسي احرز ال 900 هدف في عدد مباريات اقل ب 96 مباراه من كريستيانو رونالدو. ياه. طب ال 900 هدف اللي احرزهم العظيم ليونيل ميسي تقسيمتهم ايه؟ 672 هدف مع برشلونة، ودي برضو الإحصائية قدامكم. 115 هدف مع منتخب الأرجنتين، 81 هدف مع انتر ميامي الأمريكي، 32 هدف مع باريس سان جيرمان، مجموعهم 900 هدف. طب تخيلوا ال 900 هدف بتوع العظيم ليونيل ميسي أحرزهم بكل أجزاء جسمه. يعني بصوا البوست ده، يعني احرز 756 هدف بقدمه اليسرى الاساسيه، هو راجل اشول. 756 هدف برجليه الشمال. احرز 110 هدف برجليه اليمين، 110 هدف برجليه اللي هي مش اساسيه، اللي لو لعيب يعني احرز 110 هدف طول تاريخه يقول لك ده انا جبت. احرز 30 هدف براسه، احرز 4 اهداف بصدره.
يعني يا عظيم يا جميل يا أعظم من دعبت أقدامه كرة القدم عبر التاريخ كله، احنا مهما قلنا لك احنا استمتعنا وعشنا سنين وسنين مستمتعين بأدائك قد ايه. يعني انت اضفت على الكرة متعة كانت غايبة عنها. يعني انت وجودك في الملعب كان متعة وما زال متعة، وسيظل كل ما نشوفك هنفتكر كل الأيام الحلوة اللي فرحنا بيها واستمتعنا بأداء جميل وراقي وعالي لم يصل ليه أي لاعب قبلك، وما أعتقدش صعب قوي على أي لاعب يصل لمكانة العظيم وأعظم عظيم هو ليونيل ميسي. وبكده يا اهلاويه نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، حلقه يوم الخميس المرحله زي ما اتفقنا بشكل استثنائي اليوم الجمعه، وان شاء الله هنظبط حلقاتنا من يوم الاحد الجاي بعد مباراه الترجي. كنت سعيد جدا بالتواصل معاكم، كنت سعيد جدا انا بطلع معاكم في اولى ايام عيد الفطر المبارك. هنعيد تاني كل سنه وجموع شعب مصر طيبين وبخير، وربنا يا رب نطلب منه ان يعيد علينا الايام دي وكل الناس وكل الدنيا في احسن حال، وربنا قادر ان هو يزيل الحروب ويزيل كل حاجه ضد مبادئ الإنسان والإنسانية. أمين يا رب. أتمنى أشوفكم في حلقة يوم الأحد نكون كلنا سعداء وبنحتفل بفوزنا على الترجي وصعودنا للدور قبل النهائي. يا رب إن شاء الله تكونوا يا رب جميعا من أهل الدنيا، وربنا يمتعكم بالصحة والعافية. أتمنى بقى لو الحلقة عجبتكم إن مفيش أهلاوي جميل او اهلاويه جميله يبخلوا علينا باللايك. اللي اتفرج علينا ولسه ما اشتركش في القناه اتمنى انه يشترك ويفعل زر الجرس عشان توصلوا اشعارات الحلقه بتاعتنا كل حد وثلاث وخميس الساعه 5 مساء. من كل قلبي يا رب ان انتوا تشيروا لنا الحلقه بتاعتنا على كل منصاتكم علشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الاهلاويه. وقناتنا المتواضعه دي كبسوله العمده حتى الان اتمنى من ربنا ان هي تكبر وتكبر، وبعد فضل ربنا يكون الفضل ليكم انتوا. اشوفكم على خير. كان معاكم عماد سعد، كبسولة العمدة. سلام.